بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة عندنا أفكار من إعادة تدوير الأزايز البلاستيك. يلا بينا نسمي الله. إن شاء الله كده الأزايز اللي هستخدمها دي أزايز زيت. تمام، أنا غسلاها كويس جدا، ده أهم حاجة. طبعا عندي هنا 4 أزايز. خدت قصيت كده جزء من الإزازة بتاعتي بطول حوالي 12 سنتي، وابتديت إن أنا هلزق كل 2 مع بعض باللزق الدبل فيس. أنا بصراحة بحب أستخدمه جدا في الأفكار بتاعتي. هبتدي دلوقتي كده. جمعت ال4 أجزاء زي ما احنا شفنا، وبعد كده هبتدي أجيب قاعدة من الكرتون على قد التربيعة بتاعة الأزايز بالظبط، وهقص الزوايا بتاعة قطعة الكرتون عشان أنا مش عايزة الأطراف دي. تمام كده. طبعا هنا تقدروا تستخدموا السيليكون لو انتوا حابين، بس يكون السخونية بتاعته هادية جدا على قد ما تقدروا، لأن البلاستيك مش بيتحمل الحرارة العالية. جبت هنا قطعة الكرتون زي ما قلنا، وابتديت ان انا هغلفها دلوقتي بقطع من القماش. وزعت برضو عليها دبل فيس او غيره او شمع اللي انتوا عايزينه، وابتديت ان انا اغلفها بالشكل ده. لفيت برضو دبل فيس، لزقت كده عود دبل من الدبل فيس على كل ازازه، وبعد كده ابتديت ان انا اجيب قطعه قماش. هنا استخدموا اي نوع قماش موجود عندكم، او باي قماش او قماش كوخ اللي انتوا عايزينه، وهبتدي اغلف بيه الازايز بتاعتي قبل ما اكمل التقفيل. قفلتها بالشكل دوت، وطبعا سايبه زياده بارتفاع 2 سنتي عن الارتفاع بتاع الازازه علشان خاطر اتنيه للداخل. قصيته كده على قد عرض الازازه بتاعي، وابتديت ان انا احط شمع ويكون هادي في السخونيه بتاعته، وابتديت ان انا ادخل الاطراف دي على جوه عشان بس يديني الفينش بتاع الشغل بتاعي حلو ومظبوط. قصيت اجزاء كمان صغيره برضو عشان اكمل بيها باقي التربيعه بتاعه الازازه. تمام كده. بقى معايا يعتبر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هجيب بقى قاعده الكرتون واوزع عليها شمعه، وابتدي ان انا الزق مجموعه الازايز بتاعتي اللي انا عملتها. افكارنا بسيطه جدا وسهله من اعاده تدوير البلاستيك، وطبعا افكار مفيده وعمليه جدا نقدر نستفاد بيها عندنا في البيت ونستخدمها في حاجات كتير. وفي نفس الوقت ما شاء الله البلاستيك كمان خفيف جدا وحلو في الشغل. عندي هنا ده خيط سلسلة. خيط السلسلة عندي هنا ضفرتين، واحدة معمولة من 3 أطراف وواحدة معمولة من 6 أطراف، يعني عاملة عريض وعاملة رفيع. هاخد الرفيع دوت أقسم بيه الشكل بتاعي من فوق، وطبعا اغطي بيه ويديني منظر، مش بس تغطية بيه لو في اي عيوب عندي اي حاجة في الفكرة اللي بعملها. الفينش بتاعنا او الشرايط اللي احنا بنضيفها دي بتدينا شكل جمالي اكتر للفكرة. قفلت كده الاول التربيعه بتاعتي، وبعد كده هلف الدوران زي ما احنا شايفين ده بالخيط اللي انا مضفراه، بس اللي هو ال3 اطراف مش ال6. تمام. وهلف الدوران كله بالشكل ده. هاجي بعد كده هاخد بقى اللي هو ال6 اطراف الف بيه الدوران من الجنب. تمام. طبعا هنا تقدروا تستخدموا اي شرايط تزيين لو مش حابين فكره الخيط، بس هو برضو بيبقى شكله لطيف جدا. شكل الضفيره بيبقى لطيف مع الشغل اللي احنا بنعمله. وهنا تقدروا زي ما قلت لكم تستخدموا اي بواقي قماش انتوا حابينها. فالفكره بتاعتي بقت الاولى خلصت بالشكل ده، منظم لذيذ وحلو جدا ولطيف، وعايزه اقول لكم خفيته حلوه قوي ما شاء الله، لا يتكسر ولا يجرى له اي حاجه. يا رب تكون عجبتكم الفكره. يلا بينا نشوف الفكره اللي بعد كده. الفكرة التانية معايا عندي ده باقي جزء الإزازة اللي هو من فوق. ما شاء الله الإزازة كبيرة ونقدر نطلع منها بكذا فكرة. أخدت الجزء اللي من فوق وطبعا شلت منه الجزء الهرمي اللي احنا شفناه ده، وبعد كده هبتدي طبعا هغلف هنا ببواقي قماش. دي بواقي قماش متوفرة عندي أنا استخدمتها. هبتدي كده ألف أغطي بيها الفكرة بتاعتي، وبرضو زي ما شفتوا أنا استخدمت الدبل فيس. وقلنا لو حابين نستخدم الشمع ممكن جدا بس يكون هادي. عايزه اقول لكم الفكره الاولى استخدمت فيها قماش الكوخ عشان حضراتكم تبقوا عارفين، وزي ما قلت لكم نقدر نستخدم اي قماش. غلفت 3 اجزاء وجبت قطعه من الكرتون، هبتدي اغلفها بقماش بلون تاني يعني، وهبتدي اغلفها بالشكل ده. دي القاعده دي على قد ال3 اجزاء الازايز اللي انا غلفتهم. تمام. بغلف برضو بالشكل دوت زي ما حضراتكم شايفين، وبقفل كل التربيعه والجوانب بتاعتي بالطريقه دي. فكرة برضو لذيذة جدا وشكلها حلو. يا رب ان شاء الله تعجبكم. غلفت قطعة الكرتون او القاعدة من ناحيتين. عندي بعد كده دي دايرة يعني بمقاس 2 سنتي، او ناخد بغطاء ازازة كده نعلم على قطعة من الكرتون اللي هو كرتون المقوى الخفيف، وابتديت ان انا اغلفها او الزق عليها قماش خيش. وهلف الدوران او احدد شكل الدايرة ديت بخيط بالخيط لونه احمر، لان الفكرة اللي انا زي ما حضراتكم شايفين عاملاها بالاحمر. هلف الدوران بالشكل ده. هحتاج 5 دواير.
هبتدي دلوقتي اجمع الدوائر دي كده مع بعضها. عايزه اقول لكم واحنا بنلزق يا ريت نلزق اللي هي ايه الاطراف اللي هي واقفين عندها في الدايره، عشان نداريها يبقى شكلها حلو في الشغل بتاعنا. تمام. كل مره اجي الزقها اخليها من تحت او خليها من ايه من الطرف الجواني في الورده. جمعت كده الاطراف او الخمس دواير، وابتديت ان انا اقفلهم عشان يديني شكل الورده الجميله اللي احنا شايفينها دي. بعد كده جبت ورقه صغيره، ورقه نتيجه، او اقص ورقه صغيره عادي خالص وهلفها رول باي قطعه خشب او خله يعني اللي هي الرفيعه، وهثبتها كده وهلف عليها خيط من نفس الخيط اللي انا عملت بيه الاطراف بتاعه الورده، وهبتدي ان انا اضغط عليها واطبقها وهلفها رول على بعضها. بحط بس طرف نقطه شمع، ما نكترش الشمع في الجزء او في الخطوه دي عشان ما يبانش معاكم، هو في الاول وفي الاخر بس مش اكتر. وهبتدي اقفل، بقت معايا الشكل الحلزوني اللي احنا شايفينه ده. هبتدي دلوقتي كده احط فيها شويه شمع واثبتها في الورده من الداخل. بقى ما شاء الله عندي الورد ده، عملت بس وردتين. هاخد بقى الفكره بتاعتي او الاجزاء اللي انا غلفتها وهبتدي ان انا اثبتها في القاعده بتاعتي. تمام، جنب بعضهم بالشكل ده، قطعه الكرتون او القاعده على قدهم بالظبط. ثبتهم بقوا معايا بالطريقه دي. جبت عندي هنا ده شريط اللي هو فتافيت السكر اسمه كده، وجبت هلف بيه الداير بتاعي من الطرف فوق ومن تحت بالشكل ده. حبيت ان انا ادخل الاحمر والاسود مع بعض، طبعا تقدروا تنسقوا الالوان زي ما انتوا عايزين. بعد كده جبت شريط اللي هو الخيط المكرمية بس مطلي باللون الذهبي، وهبتدي دلوقتي الف برضو الدوران بتاعي من فوق. الخطوة دي بقى هنا حبيت ان انا افنش كله يعني من قلب بعضه كده، من نفس الخيط هلف كده شوية على بعضه، يعني هعمل زي كأني بلف دايرة على بعضها، وبعد كده هحط عليها شوية شمع واثبتها. تمام، بجزء صغير كده من نفس الخيط. وهبتدي برضو في الطرف التاني اثبته زي ما انتوا شايفين، وهجيب واحدة كمان وهعملها برضو بنفس الشكل. طبعا هنا انا بعمل لكم او بعمل الفينش بتاعي بالطريقه مثلا اللي يعني مثلا اللي مناسباني. تقدروا حضراتكم تغيروا في الفكره زي ما انتوا عايزين او تفنشوها بالطريقه اللي انتوا تحبوها. تمام، هي بس مجرد فكره بنقدمها مع بعض، وحضراتكم تقدروا تغيروا في اي حاجه انتوا عايزينها زي ما تفضلوا. هثبت دلوقتي الوردتين اللي انا عملتهم ما شاء الله جنب بعضهم بالشكل ده، وهبتدي برضو هاجي في الطرف اللي ده حابه ان انا احط فيه، ما حبيتش ان انا اسيبه فاضي، حطيت فيه برضو جزء من نفس الخيط، وبوزع كده شويه استرسات لولي بالطريقه دي. فكره برضو ما شاء الله شيك جدا وبسيطه، وعايزه اقول لكم بجد عاجبني خفيه الازايز بجد في الشغل. وعايزه اقول لكم اهم حاجه، يا ريت نغسل بالذات لو اي ازايز زيت نغسلها كويس جدا قبل ما نستخدمها عشان ان شاء الله تديكم نتيجه كويسه. بس كده دي كانت فكرتي، يا رب تكون عجبتكم. الفكره الثالثه واللي هي الاخيره ودي من نفس الازازه، انا خدت اللي هو الجزء الهرمي اللي من فوق، وزعت عليه برضو دبل فيس وهلف عليه خيط من الخيش. حبيت ان انا استغل الازازه اكبر استغلال، مرميش منها اي حاجه، يعتبر انا مرميتش حاجه من الازازه، عملت كل جزء فيها. ابتديت ان انا كده الف خيط عليه بالشكل ده. بصوا ما شاء الله الدبل فيس وانا بلف كده بيريحني جدا، ولا بيوسخ لي القماش ولا الخيط ولا اي حاجه، بالعكس بيديني نظافه حلوه جدا في الشغل. لفيت كده زي ما احنا شفنا الجزء بتاعي، وابتديت ان انا الزق الطرف بشريط مضفر من قماش الخيش او خيط الخيش. هثبت طبعا عندي جزئين بس، هبتدي ان انا اثبتهم عكس بعض زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. تمام، بالشكل ده. فكرة برضو ما فيهاش اي حاجة خالص. عندي جزء من السلك، اي سلك عندي هنا ابتديت ان انا الف عليه برضو خيط خيش، وابتديت ان انا اديله الشكل اللي انتوا شايفينه ده. لفيته كده حوالين بعض. هحتاج جزئين وهبتدي اثبت الجزئين دول على بعض او جنب بعض يدوني الشكل ده. طبعا دي الوردة نفس الوردة اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض. هثبتهم دلوقتي في الفكرة بتاعتي بس كده. دي يعتبر ممكن نقول فازة شكلها لذيذ ولطيف قوي، وما شاء الله شكلها مختلف. يا رب بجد تكون عجبتكم افكارنا النهاردة. اتمنى ان انتم ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة لو بتشوفونا لاول مرة. لو عندكم اي استفسار اكتبولي وانا معاكم ان شاء الله. شكرا جدا ليكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.